لو عندك ربع فرخة ومحتارة تعملي بيه ايه، هاتيه وتعالي نعمل بيه صينيتين مكرونة بشاميل للغدا بطريقة اقتصادية جدا. انا ام محمد ودي قناتي مطبخ التوفيق، يعني هتدبري وتوفري معايا. يلا نشوف هنعمل صينيتين المكرونة دول ازاي بربع فرخة، وكمان هتغدي الولاد يومين مكرونة بشاميل بطريقة اقتصادية. يلا نشوف عملناهم مع بعض ازاي، يلا بينا. عندي هنا ده الربع فرخة، هو حجمه كبير. انا لما بجيب فراخ بيكون وزنها كبير، فالربع فرخة يعني حجمه كبير. هنقطع اول حاجة، انا غسلاه كويس هقطعه مكعبات صغيرة. ده شكله بعد ما قطعته بالشكل ده، انا قطعته مكعبات صغيرة خالص. عندي هنا طاسة على البوتاجاز فيها معلقة كبيرة من الزيت، هحط فيها بصلتين كبار انا مقطعاهم مكعبات بالشكل ده، واحمر البصلة. اول ما اتحمرت معايا بالشكل ده، بدأت تدبل يعني معايا، احط عليها الفراخ واقلب الفراخ بالشكل ده. هبدأ اقلب الفراخ مع البصل بالشكل ده. طبعا اكلتنا النهارده الكل بيحبها، وكمان يعني هتكفي معاكي يومين، يعني اكله بجد اقتصاديه هتعملها بربع فرخه. حط عليها البهارات، معلقه صغيره من 7 بهارات، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الملح. واقلب بقى الفراخ مع البصل مع البهارات بالشكل ده. بعد ما قلبتهم، عندي هنا حبايتين من الطماطم انا مقطعاهم، وكمان قرن فلفل انا مقطعه مكعبات. هقلب برضو الخضار ده مع الفراخ يعني، هقلبهم مع بعض كويس. وعندي هنا معلقتين من صلصة طماطم، دي الصلصة البيت اللي انا عاملاها، كانت مجمدة في الفريزر. ههدي عليها النار واسيبها لحد ما تستوي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي بقى انا هعمل معاكم البشاميل على البارد بطريقة بسيطة جدا. عندي هنا حوالي يعني كيلو من اللبن، هفضي عليه حوالي كيلو من الشوربة. طبعا البشاميل على البارد طعمه جميل يعني ايه، وبرده خفيف وكمان اقتصادي، وبجد طعمه جميل. جربيه مش هتندمي، بجد طريقته سهلة وبسيطة. وعندي هنا 8 معالق من الدقيق، يعني كل لتر من اللبن، الكيلو اللبن باخد 4 معالق من الدقيق. يعني انا حاطه هنا كيلو لبن وحوالي يعني كيلو من الشوربه، حطيت عليهم يعني ايه 8 معالق من الدقيق. قلبتهم كويس بالشكل ده لحد الدقيق ما داب. حطيتهم على البوتاجاز، هفضل اقلب فيهم بالشكل ده لحد يعني قوام ما يتقل معايا. وعندي هنا الفراخ بتستوي. طبعا المكرونه البشاميل تعمليها بالفراخ بتكون طعمها جميل. النهارده هنعملها بطريقه اقتصاديه واخليها تكفي معاكي يومين بطريقه بجد جميله. طبعا البشاميل على البارد ده يعني جميل جدا وكمان خفيف، مش لازم يعني تحطوله سمنه كتير. جربيه بجد طريقته جميله جدا، بجد طعمه مش هيبان خالص ان هو على البارد، وكمان مفيهوش سمنه كتير. هفضل اقلب فيه بالشكل ده لحد القوام ما يتقل معايا. اهم حاجه تقلبيه كويس، هو بيستوي على طول. هظبط له الملح، انا مش هحط بهارات علشان انا حاطه يعني ايه لبن وشوربه، فالشوربه عليها بهارات. انت لو هتستعملي لبن بس يعني تحطي 2 كيلو من اللبن، حطي لهم يعني 8 معالق من الدقيق، وحطي لهم بقى البهارات الملح والفلفل وكمان مكعب من المرقه، بيكون طعمه حلو. انا هفضل اقلب فيه بالشكل ده، هو القوام بدا يتقل معايا، هو بياخدش وقت وبيستوي على طول.
افضل اقلب فيه بالشكل ده. خلاص بدأ يستوي معايا. احط عليه معلقة واحدة من السمنة. شايفينه بدأ يبقبق معايا بالشكل ده. كده هيكون استوى، ما يكونش يديه طعمه يعني ما استواش، لا بجد هيكون طعمه حلو وجميل، ما هيبانش خالص ان هو على البارد. قلب في السمنة بالشكل ده وبكده يكون استوى معايا. هي طريقته سريعة جدا وسهل جدا. ده قوامه. عندي هنا انا كنت سلقة كيلو من المكرونة. ده كيلو مكرونة من السايبة. هفضي عليها جزء من البشاميل اللي انا عاملاه. يعني حوالي كبشتين 3 كده يعني ايه من البشاميل، واقلبهم مع المكرونة. طبعا المكرونة البشاميل ولادنا بيحبوها. النهاردة هنعملها بطريقة جميلة جدا، يعني طريقة سريعة جدا. يعني كلنا عندنا ربع فرخة في التلاجة. هتعمليه يعني هتجيبيه وتعملي بيه صينيتين مكرونة يكفوكي يومين. يعني كده عملتي غدا اليومين بربع فرخة. وكمان عاملين البشاميل اقتصادي بالشوربة واللبن، يعني كده اقتصادية يعني ايه، يعني اقتصادية. عندي هنا صينية انا دهنها زيت او سمنة، واحط فيها معلقتين من البشاميل. افردهم في الصينية بالشكل ده. وهفضي طبقة من المكرونة في الصينية. طبقة كويسة يعني من المكرونة. افردها بالشكل ده بالمعلقة. بعد ما فردتها عندي هنا الفراخ بعد ما استوت. احط طبقة من الفراخ. طبعا ربع الفرخة ما شاء الله عمل معايا كمية، مع الخضار اللي احنا حطيناه الطماطم والفلفل والبصل، يعني زودت الكمية. هفرده بالصينية بالشكل ده. اتبقى معايا يعني شوية من الفراخ. احط كمان طبقة من المكرونة وهفردها. بعد ما فردتها بالشكل ده احط بقى البشاميل. انا بحب يكون البشاميل فيها كتير يعني. افضي البشاميل عليها بالشكل ده. بعد ما احط عليها البشاميل هركنها بقى على جنب دلوقتي، واعمل معاها كمان صينية. عندي هنا بقية المكرونة المسلوقة، وعندي هنا بقية الفراخ. احطهم على بعض كده واقلبهم. يعني ممكن ما تحطيش رق مكرونة ورق يعني فراخ، ممكن تقلبهم في بعض بالشكل ده. بالطريقة دي هتكون يعني معاكي كتير ومعاكي كمية. هتقلبوهم بالشكل ده. الفراخ بقى مع المكرونة. وحطيتهم في الصينية وحط عليهم شوية من البشاميل. بقى كده معايا صينيتين مكرونة من ربع الفرخة. عندي دي معلقة سمنة يعني المتوفرة عندك بلدي، اي سمنة انا احطها على الوش عشان تدي معايا يعني يخلي الوش يكون لونه جميل. انا مبحبش احط بيض. طبعا الطريقة دي جميلة جدا ومن غير جبنة. ده شكلها في الفرن وهي بتستوي ما شاء الله شكلها جميل. انا مسويها في فرن البوتاجاز العادي يعني تستوي بالشكل ده. ده شكلها بعد ما طلعتهم من الفرن ما شاء الله. يعني الصينيتين واخدين لون ذهبي وجميل، لون الوش بتاعهم حلو جدا. يعني احنا محطيناش جبنه ولا حاطين حاجه، يعني هي معلقه السمنه انا حطيتها، هي معلقه صغيره مجرد قطعه صغيره يعني من السمنه. شايفين ما شاء الله شكلهم جميل. يعني عملتي من ربع فرخه صينيتين كبار من المكرونه. كل صينيه تكفيكوا يوم، يعني تغدي الاولاد يومين من المكرونه البشاميل. وطبعا كل ولادنا بيحبوا المكرونه البشاميل. طبعا هي طريقتها بسيطه وسهله وكمان اقتصادية، يعني لما تغديهم بربع فرخة. ده شكلها هقطعها معاكم دلوقتي. طبعا شايفين شكلها هي مستوية وجميلة. هقطعها معاكم. طبعا هي لسه سخنة، انا مش عارفة امسك الصينية، بس انا عندي الولاد بيحبوها سخنة. اقطعها بقى بالشكل ده.
طبعا هي لسه سخنة مش متماسكة يعني، لو عايزاها متماسكة سيبها لما تبرد. شايفين شكلها عامل ازاي والبشاميل ما شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والفكرة تكون عجبتكم. يعني اكلتنا النهاردة اقتصادية، يعني عملت صينيتين مكرونة بربع فرخة، بجد الطريقة جميلة. اتمنى تجربوا الفيديو، جربوا الطريقة، يكون الفيديو عجبكم.